اللهم صل على حبيبي المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم. اغلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، يا رب كلكم تكونوا بخير. وصفه النهارده من غير لحمه، من غير فراخ، ببضايه واحده ومسحه زيت كده، وهنمشي حالنا. مش عارفه اقول عليها اقتصاديه ولا موفره، لاني بجد مش عارفه في الظروف اللي احنا فيها دي ما بقاش في حاجه لا اقتصاديه ولا موفره. يعني الحاجات الموفره او الاقتصاديه كنا بنعملها باقل من التكلفه اللي احنا بنعمل بيها دلوقتي. بس هنعمل ايه؟ هنمشي حالنا، وهي حاجه بقى وايه وتمشي اليوم وخلاص. تعالوا بقى نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونعمل الهمبرجر القمر ده مع بعض. بس لو لسه ما اشتركتيش في القناه، اشتركي معايا في القناه وفعلي الجرس وحطي لي لايك على الفيديو ده. نسمي يلا بسم الله ونصلي على الرسول وندخل كده الوصفه ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه كده عندنا بطاطس. تمام. هنجيب البطاطس وهنغسلها كويس جدا. اهم حاجه البطاطس تتغسل، لان بيبقى فيها زي رمل كده. بعد كده هنقطعها مكعبات او شرايح زي ما تحبي. وهتكوني طبعا حاطه ميه سخنه على النار، وهتحطي البطاطس في الميه السخنه لغايه ما تستوي تماما، يعني اهريها خالص سوا. صفيها كويس جدا في مصفى. وبعد كده هنحطها في بوله، وهنحط عليها التوابل اللي انا هقولك عليها دي. الوصفه هتغير طعم البطاطس تماما، وهتخليها ريحتها وطعمها بجد خطير جدا جدا. جربيها ان شاء الله، مش هتبطلي انك تعمليها. وكمان لو عندك اطفال صغيره هتعجبهم جدا جدا. لو انت مستعجله وعايزه تعملي مثلا حاجه في العشاء كده برضو، هتوفر معاكي حلوه جدا. هتنفع معاكي فطار وغدا وعشاء. بصراحه هي جميله جدا، واعتقد ان هي ممكن تكون موفره شويه. هنا طبعا هرسنا البطاطس بتاعتنا كويس. عندك هراسه او بشوكه مش مشكله، اي حاجه، المهم انك انتي تخليها يعني مهروسة جامد. نبدأ بقى نضيف البهارات بتاعتنا، وهنبتدي برضو ضرب فيها تاني، يعني هنعجنها برضو تاني. تمام. نسمي كده بسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ. أول حاجة هنحطها مع بعض هي بصلاية وسط، تكون مبشورة أو مضروبة في الكبة. تمام. دي أول حاجة هتطعم معانا البطاطس. خلي بالك الوصفة دي هتديها طعم تاني خالص. حطينا 4 معالق من الدقيق، نص كوبايه دقيق، يعني 4 معالق من الدقيق خلاص. وحطينا 3 معالق من النشا، و4 معالق بقسماط مطحون. تمام. هكتب لك برضو كل المقادير هنا علشان تاخديها سكرين. هحط معلقه كبيره بيكنج باودر. لو من معالق الشاي يبقى معلقتين كده من معلقه الشاي. خلاص. اللي هيدينا بقى الطعم الجميل جدا ده هو كيس مرقه فوريه. اي نوع مش تفرق، عامه المرقه الفوريه يعني بتديها نكهه وطعم كده جميل قوي. هنحط رشه من الفلفل الاسمر. تمام. ورشه من الملح. وهكتب لك برضو كل المقادير في على الشاشه علشان تاخديها سكرين. ودي بقى اللي هتديها بقى طعم تاني خالص خالص خالص. دي بهارات همبرجر. هتجيبي بهارات همبرجر، وممكن تجيبيها من السايبة، هتوفر معاكي. يعني الكيس لو ب6 او ب7 جنيه، ممكن تجيبي ب3 جنيه، هيكفوا معاكي كتير جدا. طبعا ده كيلو من البطاطس. كيلو من البطاطس وحطينا عليه كل التوابل اللي انا قلتلك عليها. لو عايزه تزودي حاجه من التوابل براحتك، بس انا مش حابه ان انا ازود اي حاجه من التوابل غير دول بس. تمام. هنقلبهم بقى كويس كده مع بعض، البهارات والبطاطس تاخد كده من ريحة البهارات والحاجات الجميلة اللي احنا حطيناها دي. وبعد كده هنحط بضاية واحدة بس. تمام. لان البيض غلي دلوقتي، فهنستخدم بضاية واحدة بس. مع كيلو بطاطس هيعملك بسم الله ما شاء الله يعني 20 قطعة همبرجر لو انتي مصغرة الحجم. تمام. هترمي معاكي كتير جدا جدا، وهتعجبك على فكرة، وهتعجب هتعجب ولادك جدا. حطيت طبعا البضاية. بعد ما احط البضاية هنقلبها، بصي هنهرسها جامد جدا.
يعني بعزم ما فيكي كده اقعدي اهرسي طلعي، بصي غلب السنين فيها، غلب السنين كده طلعيه في قلب البطاطس لغايه ما تبقى بيوريه كده وناعمه جدا، علشان لما تيجي تقليها تبقى ناعمه معاكي. وكمان هتعمل كفر كده، ما تبقاش من جوه كده فيها تكتلات كده، ويبقى طعمها رخم ومش حلو. انا حطيت لك اهوت المقادير على الشاشه علشان تاخديها سكرين. تمام. هنا بقى جهزت حبة زيت صغيرين جدا، ولو مش متوفر عندك حبة الزيت دول يا ستي شوية مية، انت مش هتلاقيها عجينة بتلزق معاكي ولا اي حاجة. البقسماط والدقيق والنشا اللي احنا حطيناهم دول هيساعدوا معاكي ان هي مش هتكون عجينة ملزقة كده ورخمة في ايدك. وهتشوفي دلوقتي انا ما بقطعش الكاميرا علشان انا بحب ابين كل حاجة. بصي نقطة زيت كده، اكنك بتعملي ايه كفتة كده اللي هي بتاعت كفتة الرز دي. الله يمسيها بالخير بقى، مش عارفين هتبقى بكام السنة دي. اللحمة ب250، ربنا يستر. شايفين خدت قطع كده على قد المكبس اللي انا هعمله بيه. لو حابة تعملي مثلا اصغر من كده براحتك، غطا مثلا اللي هو بتاع اسمه ايه، بتاع المربى، غطا مربى كده واشتغلي عادي برضو مفيش مشكلة. هنا انا عندي المكبس فهعملها بالمكبس، بتبقى كبيرة، بتبقى كبيرة شوية كده. هندهن بقى الطاسة بتاعتنا، هندهنها كده بالزيت. خلاص هندهنها دهنة كده بسيطة من الزيت. وبعد كده هنشكل البطاطس بتاعتنا او الهمبرجر الكداب بتاعنا. انا سميته الهمبرجر الكداب علشان هو مفهوش اي نسبة دهون ولا لحوم ولا اي حاجة. وعلى فكرة طعمه بيبقى جميل جدا جدا جدا، جربيها على ضمانتي. وهستنى كمان رأيك في الكومنتات. وكمان عايزة الكومنتات كده يعني تبقى كلها الصلاة على حبيبي المصطفى. تمام. هنا طبعا عملت كل الكمية بتاعتي هوريها لك. قلت لك لو هتعملي بالمكبس الصغير هتديكي عدد كبير جدا، هتديكي اكتر من 20 كمان. خلاص هنا علشان المكبس طبعا كبير فبيدي عدد قليل. تمام كده. بصوا بقى احنا حاطين، بصوا الطاسه ما فيهاش، بصوا الزيت ما فيش الهوا، يعني انا مسحه كده من الزيت. خلاص وما تخافيش مش هتلزق منك خالص، وطبعا مش هتكش نهائي. خلاص. وفي نفس الوقت بصوا انا بحركها قدامكم اهو علشان اثبت لكم اني انا مش حاطه كميه زيت كتيره. مسحه زيت في طاسه جريل او طاسه تيفال خلاص، وهتبقى زي الفل. وهتقلبيها على الوش ده وعلى الوش ده، وهتهدي النار عليها شويه، وهتبقى معاكي بالشكل القمر الجميل ده. هتجيبي بقى كاتشب مايونيز تزينيها بشويه خضره كده سقعانين زي اللي انا حطاها دول. مش عارفه الخضره غسلتها ومش راضيه تتفرفط تقريبا، سقعانه من الجو. متنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى.